السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بألف خير انتم وكل حبايبكم. وكمان صباح الخير او مساء الخير في الوقت اللي انتم بتشوفوا الفيديو فيه. وطبعا نبتدي الفيديو بتاعنا بالصلاة على سيدنا الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. زي ما انتم شايفين كده انا جبت شوية الحاجات دي. دي طبعا حاجات يعني مش هتكفينا الشهر كله، بس بجد الله المستعان يعني على الاسعار. شوية الحاجات اللي انتم شايفينهم دول معديين ال1000 جنيه. انا بجد مش عارفة يعني هي الدنيا رايحة بينا لحد فين، والغلا اللي في الاسعار ده هيفضل رايح لحد فين. فبجد الله المستعان على اللي احنا عايشينه واللي احنا بنمر بيه بجد والله. انا كنت شايفة في منشور على الفيسبوك. كان حد كاتب يعني اي تاجر بيستغل سلعة او بيحتكرها وعلشان يعلي سعرها لا بارك الله له، لا في صحة ولا في مال. انا بقول اللهم امين يا رب العالمين، ما ربنا ما يباركش لاي حد بيستغل قوت الناس. فبجد الله المستعان. ومعلش دوشتكم، يلا بقى ايه نبدأ في الحاجة اللي انا شارياها. طبعا انا جايبه 2 كيلو مكرونه سباكيتي. هو قال لبنتي، طبعا بنتي اللي نزلت اشترت الحاجات دي، قال لها ان السباكيتي اللي في الكيس احسن من السباكيتي السايبه. فقامت جايبه 2 كيلو، وجبت كمان 2 كيلو مكرونه فرن او مكرونه قلم. قلت مثلا لو عملت لهم مكرونه بالبشاميل، عملت لهم مثلا مكرونه بالوايت صوص، يعني ايه يعني حاجه تعدي كده الايام. جبت 2 كيلو زي ما انتوا شايفين كده. طبعا مش هتصدقوا الكيلو المكرونة السايبة او التانية بكام، يعني والله العظيم مش هتصدقوا. الكيلو ب30 جنيه، اللي كانت الكيلو ب20 جنيه مرة واحدة كده بقدرة قادر بقت الكيلو بقى ب30 جنيه. فبجد الله المستعان يعني. جبت طبعا كمان 2 كيلو من المكرونة اللي هي مش مرمرية، المكرونة دي اكبر شوية. جبت منها برضو 2 كيلو. ال6 كيلو مكرونة دول عاملين 180 جنيه. تتخيلوا دي يعني بجد الله المستعان. وجبت كمان انا كنت هجيب ربع اكياس تلاجة وربع اكياس عيش، لان الاتنين ما بستغناش عنهم. فقلت لا، يعني هدخل في بعد يعني 55 جنيه. قمت قايله لا هجيب ربع كيلو، لو هجيب نص كيلو ب55 جنيه. قمت قايله لا هجيب بس ربع كيلو اكياس. جبت تمن اكياس تلاجة وتمن اكياس عيش، اللي الربع ب27 جنيه ونص. يعني النص كيلو ب55 جنيه، يعني الكيلو معدي 110 ب110. فبجد الله المستعان يعني. وجبت ده نشا، قلت بقى لو عملت مهلبية للولاد يعني مش هيبقى من كل حاجة بصراحة. الكيلو النشا عامل 40 جنيه، اللي كنا بنجيبه ب10 جنيه وب15 جنيه الكيلو، وكنا بنرميه كمان يعني ما كناش بنهتم بيه اصلا. ودوت سميد بسبوسة. قلت برضو الولاد كانوا عاوزين بسبوسة، وباباهم برضو كان قال لي، فقلت بقى اما اجيب كيلو سميد بسبوسه كده ابقى اعمل لهم صينيه بسبوسه في يوم يعني، وان شاء الله كل ده هصوره معاكم. جبت الكيلو ده ب50 جنيه. سالت في مكان تاني بعد ما جبت لقيت الكيلو ب40 جنيه، فرق 10 جنيه في كيلو. فبجد ربنا يعني هيحاسب كل تاجر بيزود في الاسعار بمزاجه وبدماغه. فبجد حسبي الله ونعم الوكيل في اي حد يحتكر سلعه من قوت الناس. بجد الله المستعان، الله المستعان والله. جبت كمان 8 كيلو لبن بودر. ال8 كيلو اللبن البودر اللي هو اللي هناك ده جايباه ب32 جنيه ونص. طبعا انتوا هتتصدموا من الاسعار. انا حبيت اشارككم الاسعار، قلت مش عارفه بقى عندكم نفس الاسعار دي ولا عندكم اقل، مش عارفه بصراحه. فبجد الله المستعان يعني. جبت ال5 كيك شيف دول، الواحد عامل 6 جنيه، يعني الخمسة ب30 جنيه. اللي كنا بنجيبه ب3 جنيه وب2 جنيه ونص، وكمان ما كنا يعني كنا بنقول ده غالي. خلينا بقى في اللي جاي، الله المستعان. المهم جبت كمان 3 ازايز خل. طبعا الخل ده يعني هو ب4 جنيه الازازه. انا كده كده يعني بحطه مثلا في غسيل خضار، بحطه مثلا في ميه تسييق، مش اكتر من كده. ما بحطوش في اكل بصراحه. فيعني انا بستخدمه للتنظيف، بحطه مثلا في صابون المواعين. طبعا انا بقول لكم ان التركيز بتاعه 5%، فهم بيقولوا ان اي خل تركيزه 5% بيبقى حلو. فانا جبت 3 ازايز عاملين 12 جنيه. حلوين. احنا لو هنجيب ازاز من اللي هي الغاليه، الازازه مثلا عامله 15 جنيه. فكده كده انا ما بحطوش في اكل، انا بستخدمه في التنظيف زي ما قلت لكم، او في غسيل مواعين، حاجات من دي بس.
ايه تاني جبت؟ طبعا كان جوزي هو اللي جايب طبق البيض دوت، هو ب150 جنيه الطبق البيض. لكم ان تتخيلوا طبق البيض يا جماعة وصل ل150 جنيه. الله المستعان، الله المستعان بجد والله. طبعا احنا كنا خدنا منه 3 بيضات علشان كنا نتعشى بيهم، فالله المستعان يعني. بس قلت اوريكم الحاجات واللي انا شارياها. بصراحة انا ما بجيبش ده كل شهر، يعني ده تاني شهر اجيبه، لان يعني ايه احيانا ما بيبقاش مثلا معايا فلوس وما بلاقيش، يعني مثلا ببقى الحاجة عايزاها دلوقتي، فالحاجة احسن من الفلوس. اما الحاجة تكون موجودة في البيت احسن من الفلوس. الفلوس كده كده هتنصرف، لو معاكي مليون جنيه هينصرفوا، بس الحاجة هي اللي بتفضل. دوت 8 كيلو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كمون و8 كيلو فلفل. التمن الكيلو الفلفل مش هتصدقوا بكام؟ فلفل اسود حصى ب90 جنيه التمن كيلو. والتمن كيلو اسمه ايه الكمون بكام؟ ب57 جنيه ونص. والربع البابريكا عامل 45 جنيه. والربع بهارات الفراخ عامل 40 جنيه. بجد الله المستعان يعني. طبعا وجبت ب20 جنيه فانيليا. ده عدس. العدس جايبه نص كيلو عدس اصفر، وجايبه نص كيلو عدس بجبه. اللي سواء النص ده او النص ده ب40 جنيه، يعني الكيلو ب80 جنيه. اللوبيا بقى لا معديه، يعني بجد اللوبيا عدت يعني. مش عارفه، الله المستعان يعني. اللوبيا هشوف لكم اهو. النص كيلو لوبيا ب45 جنيه، والنص كيلو فاصوليا ب55 جنيه. انا طبعا لسه يعني، بس انا بقى معايا الريسيت اللي فيه الاسعار، فبقول لكم على الاسعار اللي معايا يعني. المهم النص الفاصوليا دي كمان هي مش عجباني ب55 جنيه، يعني الكيلو ب110. بجد يعني الله المستعان، الله المستعان. وده كيلو فول مدشوش. بصراحة انا مش عارفة سعره، بس ان شاء الله هشوف لكم سعره في اي فيديو جاي، هبقول لكم بكام. انا جبت كيلو علشان ان شاء الله اعمل بيه طعمية، لان انا جبنا ب15 جنيه طعمية ما كفوناش فطار، فكده حرام بجد يعني. هنجيب منين ب15 جنيه طعمية؟ ده لسه مثلا هتفقشوا بالتين او هتسلقوا كام بيضة. فبجد الله المستعان. انا حبيت اشارككم الحاجات اللي انا اشتريتها ديت، وحبيت اقول لكم كمان على الاسعار علشان برضو ايه تاخدوا فكرة. فبجد الله المستعان، وربنا يكون في عوننا جميعا. وان شاء الله الفيديو اللي جاي هوريكم بقى انا يعني ايه هنفضل الحاجات ديت في المنظمات بتاعتها. وحبيت اشارككم بالاسعار علشان برضو تعرفوا. ويا ريت برضو لو حد يكتب لي، يعني لو حد عاوز يكتب لي في الكومنتات عندكم مثلا الحاجات دي زي عندنا ولا ارخص ولا اغلى، مش عارفة بصراحة. اسيبكم بقى في رعاية الله وحفظه، ومع الف سلامة. باي باي.